بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم جديد وأخبار جديدة. حبايبنا الزملكاوية أرحب بيكم. أول حاجة معانا البعثة، طبعا زي ما كلنا عارفين بعد ما وصلت معتمد جمال كلامه مع اللعيبة كلها إن إحنا خلاص قفلنا الصفحة بتاعت الماتش اللي عدى بالظلم التحكيمي بكل حاجة حصلت فيه خلاص، وما عنفش أي لعيب ولا كلم حسام عبد المجيد عشان الأخبار اللي تقول لك كلم لعيب ولا زعق للعيب، ده كل الكلام ده ما حصلش ولا حتى بنتايج. باخوا شوية إن أنت كنت المفروض تبقى هادي عشان كنا محتاجينك وكنا محتاجين خدماتك وأنت لاعب دولي وحاجات زي كده. أكتر من كده لأ، حتى كمان ما حصلش عليه أي عقوبات مادية، فما فيش أي عقوبات على أي حد ولا توبيخ ولا أي حاجة. احنا في مرحلة لم الشمل زي ما بيقولوا، كل اللعيبة إيد واحدة ورجالة ومتعاهدين قدام ربنا ومع بعض، وإن إن شاء الله هيموتوا نفسهم في النهائي. والحمد لله اتوافق على الساعة الكاملة للجماهير، واحنا عارفين كلنا إن الواحد مننا بألف، فإن شاء الله نبقى قدها ودود يوم الماتش. وبإذن الله بإذن الله وشنا حلو على الزمالك، والماتش هيبقى في استاد القاهرة من أول بكرة. معسكر مغلق لحد يوم الماتش، وبعد كده برضه هيبقى راحة يوم معسكر مغلق تاني ليوم سيراميكا. ماتشين ورا بعض، ماتشين ببطولتين، بأهم بطولتين. ربنا معانا وإن شاء الله يعدوا على خير. وبالنسبة للحكم حصل احتجاج رسمي، لكن زي ما انتوا عارفين مش هيحصل أي حاجة ولا كأني ما حصلش حاجة، وربنا يستر من الحكم اللي جاي. فلازم الجماهير من أول ثانية تزوم عليه وتعمل ضغط عصبي عليه وتعمل ضغط بكل أنواع الضغط عليه وعلى الفار، عشان الحكام دول ما بيجوش غير كده. دي حاجة. الحاجة التانية، ناصر منسي إن شاء الله هيلعب، هيبقى جاهز، واحتمال التشكيل المتوقع اللي هيحصل هيبقى ناصر منسي وعضاء الدباغ هما اللي هيبقوا بادئين، وهيبقى بزيرة، وهيبقى شيكوبانز هيبدأ من البداية، وفتوح وعمر جابر. قال للجهاز الطبي والجهاز الفني انا كده كده هلعب، تدوني مسكنات تدوني اللي تدهوني، انا كده كده هلعب. وكل اللعيبه موته نفسها وروح قتاليه جامده جدا. بالنسبه للاسئله اللي بتجيلنا والكلام المتداول على النت في موضوع ان اتحاد العاصمه لعب بلعيب موقوف وحاجات زي كده، يعني انا عايز اقول حاجه يا جماعه، في حاجات بتبقى بتتعمل كده للريتشات وللناس تتفرج بالعقل. يعني فريق وصل نهائي كونفدراليه من غير بقى قبل ما نقول اللوائح وقبل ما نقول اي حاجه، فريق وصل نهائي كونفدراليه هيغلط غلطه اداريه زي دي ان يلاعب لعيب موقوف؟ بالعقل يعني قبل ما نقول اي حاجه. القصه كلها باختصار بتقول ان اللعيب كان واخد انذار في انذار في المباراه بتاعت ربع النهائي، وانذار في مباراه نص النهائي. ادي انذارين، فما خدش التالت. اللائحه اتغيرت، اللائحه القديمه كانت فعلا انذارين يتوقف، لكن اللائحه اتغيرت وبقت 3 انذارات، زي ما حصل في الدوري المصري لو تفتكروا من سنين، كان انذارين واللعيب الماتش الثالث بيتوقف، دلوقتي بقت 3 انذارات. فنفس القصه عملها الاتحاد الافريقي بعد 3 انذارات، والانذارات بتتصفر بعد دوري المجموعات، فبتبدا من ربع النهائي. من ربع النهائي احمد الخالدي والماتش اللي بعده انذار في انذار، فما فيش اي حاجه من الحاجات دي. وما تركزوش غير في الماتش، لان الحاجات اللي بتتقال دي يا اما عشان تطلعك بره التركيز تتكلم في مواضيع تانية، ده حسام عبد المجيد مجدد للاهلي، ده تقعد تتكلم في مواضيع تانية وما تتكلمش في ان الفرقه تبقى ايد واحده. دي حاجه. يا اما الناس عايزه تهكس وخلاص وايه، والناس لا، انت هتركز في ماتش. لازم الشوط الاولاني ان شاء الله ان شاء الله على الاقل جون، على الاقل جون، وده اللي هيحصل. احنا هنلعب بحذر دفاعي، لكن بضغط جامد، هنبقى بضغط عالي، ده المتوقع وده اللي هيحصل. ربنا معانا. في اخبار ياما عن اللعيبه بس انا مش عايز اقولها دلوقتي لانها كلها خاصه بالدوري. بالنسبه لتجديد احمد حمدي عندي فيها اخبار، وبالنسبه لتجديد عبد الله السعيد، وبالنسبه لتجديد حسام عبد المجيد نفسه، وبالنسبه لمباراه سيراميكا. بس في حاجه مهمه بس عشان دي وقتها دلوقتي، اللي هي بتاعت الحكام الاجانب بتاعت مباراه سيراميكا. الزمالك بعت طلب رسمي لاتحاد الكره ان انا عايز حكام اجانب، ده تاني يوم ماتش سموحه. حلو حلو شكله كده، لان انتوا عارفين مجلس الاداره عندنا يعني بعافيه شويتين عشان يراضي الجماهير. طب ابعت بقى فلوس، اخر مهله للفلوس النهارده، ما بعتش، نسى، الناس نسيت. طب لا قدر الله لا قدر الله لما نرجع للدوري لو حصل مشكله، لا قدر الله هتشيلوها انتوا؟ قد هجوم الجماهير عليكم؟ طب ليه ما تدفع يا عم الفلوس؟ انتوا على طول معناش معناش معناش، شاكين بالفقر.
امال المليونيرات بتوع المجلس دول ايه؟ احنا ما طلبناش منكم تجيبوا لنا حكام اجانب غير ماتش بدوري ببطوله، لا قدر الله لو خسرنا هنبقى تالت. يعني حتى حلم اللعب لدوري ابطال افريقيا يبقى راح. فدي اتحاد الكوره النهارده بعت لهم ان اخر ميعاد للدفع النهارده، فما ردوش. ده الكلام المظبوط. وادوهم مهله بالحب كده زي ما بيقولوا خلال 48 ساعه. فاحنا بنطالب يا جماعه عايزين حكام اجانب، لان احنا ما عندناش حكام من الاخر كده عادلين. احنا عندنا حكام ملاكي. فحكام ملاكي احنا مش ناقصين، احنا مش ناقصين. تمام. ده بالنسبه لمباراه السيراميكا. فكلنا نضغط على مجلس الاداره، ادفعوا فلوس الحكام وسيبوكم الهقص بتاع اقسموا من مستحقاتنا اتحاد الكوره، عشان ده برضه هقص. ابعتوا الفلوس وبعد كده لو ليك فلوس ابقى دور عليها بعدين. ده النقطة الخاصة بالدوري. ان انا مش عايز اتكلم على الدوري ولا على اخبار الدوري ولا على اخبار اللعيبة ولا اخبار التجديد ولا اي حاجة. احنا بنتكلم في الكونفدرالية والعودة. ربنا معانا وربنا يوفقنا، وان شاء الله ان شاء الله متفائلين خير. والماتش هيخلص اثناء الماتش ومش هنوصل لضربات جزاء كمان بفوز للزمالك باذن الله. ربنا يوفقنا وكل الدعم، وربنا معانا يا رب. وان شاء الله خير. دعواتكم ما تنسوش، دعواتكم 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 بالتوفيق ان شاء الله. ولو رسالتي كل يوم تهمك ادعمني بلايك وشير واشتراك، وان شاء الله خير. ربنا معانا وكل الناس تتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. ربنا معانا يا رب، وشكرا ليكم. سلام.